لسه بتشتريه من بره؟ طب تعالى اقولك ازاي تعمليه في البيت بمنتهى السهوله، يطلع ناجح معاكي من اول مره. ده هو نص كيلو دقيق وهنعمل كميه حلوه قوي، نعمل منها احلى صينيه رقاق طري، تعملي منها احلى سندوتشات، تعملي منها حاجات كتيره وحلوه قوي. بديل للكريب كمان تقدري تعملي منه. مقاديره سهله وبسيطه، ده بشويه دقيق وشويه ميه هتعمليه بمنتهى السهوله. تعالي يلا بينا نعمله سوا. اول حاجه نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هجيب عندي نص كيلو دقيق ما يعادل 3 كوبايات ونص كده. هنزل عليهم بمعلقه صغيره من السكر ونص معلقه صغيره من الملح. بقلب كده تقليبه، وبعد كده هنزل عليهم كمان باربع معالق كبار من الزيت بالشكل ده كده. عندي بقى كوبايه ميه دافيه، ببدا انزل كده بنصها واخلي النص التاني على جنب. العجن عندي مهم جدا في الخطوه دي. بعجنها معايا، ما بنزلش بالميه مره واحده، بنزل بالميه بالتدريج. هي ما اخدتش الكوبايه كلها، اخدت كوبايه الا ربع كده او الا معلقتين 3. بنزل كده بالتدريج بالميه مع العجن المستمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هبدا بقى اشيل العجينه عندي على الرخامه وابدا اعجنها بره عشان اعرف اعجنها حلو واتحكم فيها حلو. عايزه تتعجن معايا قولي كده من 6 ل7 دقايق بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. مهمه جدا العجينه معايا تبقى ناعمه وتبقى طريه وفي نفس الوقت مش ملزقه. العجينه كلها مكوناتها سهله وبسيطه، ميه ودقيق وشويه زيت، 4 معالق زيت على نص كيلو دقيق. بس كده العجينه بتاعتنا بتبقى خلصت بمنتهى السهوله. والميه زي ما قلتلك انزلي بيها بالتدريج. بعد كده هقطعها معايا قطع متساويه علشان ابدا اريحها معايا. اهم حاجه اريح العجينه بتاعتي. انا هنا لسه ما ريحتهاش، انا هقطعها الاول وبعد كده هريحها. بقطعها بقى قطع متساويه او حسب حجم الصينيه اللي عندك. لو انت عندك صواني كبيره قطعيها قطع كبيره، لو انت عايزه تعملي صينيه رقاق كبيره. عندك صواني صغيره هقطع قطع صغيره زي ما انتوا شايفين كده. علشان الصواني انا هعمل صواني مقاس بقى 28، مقاس 30، مقاس 24. تقدري ان انت تظبطي المقاس اللي انت عاوزاه. انا هنا قطعتها تقريبا في حجم البيضه بالظبط كده. وخلصت الكميه بتاعتي، عملت معايا 16 قطعه. بغطيها بكيس بلاستيك بالشكل ده كده. المهم مفيش اي هواء يدخل لها عشان ما تشققش. وسبتها نص ساعه، سيبيها ساعه. كل ما تسيبيها كل ما تريح معاكي وتبقى زي الفل. هجيب بقى عندي هنا رشه دقيق وابدا افرد عليها الرقاق بتاعي بالشكل ده. بفرده. انا عندي طلعوا 16 قطعه، قسمتهم 5 5 واخر حاجه كانوا 6 فطرات على بعض او 6 رقاقات على بعض بالشكل ده. بفردهم كلهم الخمسه مره واحده بالطريقه دي. كلهم يبقى حجم متساوي على قد ما تقدري. قومي جهزه جنب زيت والدقيق. اهم حاجه بقى بين الواحده والتانيه امسحها حلوه قوي بالزيت، يعني بدهنها دهن الزيت كده محترمه. وهديها رشه من الدقيق واحط اول واحده، احط كده ايه الاتنين على بعض بالشكل ده واسويهم بالطريقه دي. وابدا ادهن كمان زيت ودقيق. همشي بالطريقه دي لغايه ما اعمل الاربع رقاقات اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو وصلنا لهنا ما ننساش نعمل لايك ونعمل شير علشان الكل يستفاد، ونرفع الفيديو بذكر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وبذكر الله بالطريق. يعني زي ما انتوا شايفين كده حطيت دي تالت فطيرة معايا او تالت رقاقية معايا. هبدأ انزل بقى برابع واحدة، هبدأ برضو ادهنها زيت. وبالطريقة دي كده هديها كمان رشة من الدقيق. وهنزل اخر واحدة بقى ما بعملش فيها حاجة خلاص بس كده. ببدا اريحها على جنب وابدا اعمل الباقي يعني لغايه لما اخلص الكميه بتاعتي كلها. انا هنا خلصت الكميه اللي عندي كلها وغطيتها. هبدا بقى افرد اول 5 حطيتهم على بعض. تقدري تشتغلي 3 على بعض، تقدري تشتغلي 4 على بعض، تقدري تشتغلي 16 واحده على بعض. سهله جدا. انا فردتها بقت عندي بالشكل ده كده والحجم ده. تكون الصينيه عندي على نار متوسطه. ببدا انزل فيها بالرقاق الطري بتاعي بالشكل ده. يا دوبك ثواني واقلب الناحيه التانيه. بالظبط ثواني تانية اقلبها يمين وشمال لغايه لما تبدا تخلع معايا من بعضها. بيبدا رقات الرقاق تفك من بعضها بمنتهى السهوله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يا بنات طول ما احنا شغالين احنا في ايام جميله وايام مفترجه، الدعاء فيها مستجاب. طول ما احنا شغالين نذكر الله، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. على طول خلي ذكر ربنا في بقك، الاستغفار. يعني الذكر حلوه قوي قوي قوي، مش قادره اقول لك. انت ما تستمري على كده الدنيا بتتغير خالص معاكي. فان شاء الله باذن الله يعني نرفع كده الفيديو بتاعنا بذكر الله والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عشان انتي تاخدي أجر وأنا أؤجر معاكي أنا كمان.
بعد بقى ما الرقاق الطري خلص عندي، طبعا انتوا شفتوا كان بيخلع معايا على النار بسهوله، نار متوسطه، ما بياخدش معايا ثواني. شايفين شكله عامل ازاي؟ مش قادره اوصف لك حلاوته. طبعا اول واحده بطلعها بكون مجهزه جنبي فوطه، لازم اغطيها بفوطه على طول لانه ما بيستحملش وممكن من الهواء ينشف معايا. شايفين طري وعامل ازاي؟ تحفه. بديل بقى للكريب، تعملي بيه سندوتشات، تعملي بيه صينيه رقاق حلوه كده على العيد، تعملي بيه حاجات كتيره قوي. سهل وبسيط ومش مستاهل ان احنا نشتريه من بره، يعني مش بذلتي مجهود. لا، الحاجه بتعرفي تعمليها في البيت في اي وقت بتقومي وتعمليها. لو الفيديو عجبكم ما ننساش نعمل لايك ونعمل شير للفيديو، وزي ما قلت لكم نرفع الفيديو بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انتوا تاخدوا اجر وانا اخد الاجر معاكم ونستفاد، يبقى احنا بنسمع حاجه نستفاد منها وبنذكر الله كمان. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.